2500 امرأة تزف إلى 2500 رجل. حدث هذا في كنيسة التوحيد بمدينة غابيونغ الكورية الجنوبية، تقليد دأبت طائفة المون على إقامتها. القاعة الرياضية التي احتضنت هذا الحدث الكبير شكل عرسانها الجدد لوحة فنية باللونين الأبيض والأسود وسط فرحة رسمت على محيا مرتدي القفص الذهبي. أرملة مؤسس الطائفة هاك جان هان كانت حاضرة وسط طقوس ترحيبية بالحياة الجديدة. مراسم الزواج الجماعية التي أقامتها الطائفة تعد الثانية منذ وفاة مؤسسها سو ميونغ مون الذي قام بتزويج 30,000 ثنائي بواشنطن سنة 1997 و42,000 زوج بعدها بسنتين.